من هو القادم لريال مدريد في معركة تغيير الجلد التي تحدث الآن؟ رأينا بعض الأخبار التي تتحدث عن كاي هافرتز، ورأينا أخبار أخرى عن لاعبين آخرين. سأدع لك المجال لتنقل لنا هذه الأسماء والمفاجآت. نعم، كاي هافرتز هو الاسم الذي تردد في هذه الظهيرة أكثر من غيره، لكن طيلة الأيام الثلاثة الأخيرة هاري كين هو من تردد اسمه أكثر. لكن هل هذا لأن طبعا هي مجرد فقط، لا أقول إشاعات، أقول ما تناقلته وسائل الإعلام. هناك من لديه بعض المصادر الداخلية موثوقة أو غير موثوقة، لسنا ندري، لأننا تحدثنا عن كريم بنزيما كثيرا، باق راحل باق. في الأخير هناك من قال بأنه باق فلم يبقى، وهناك من قال بأنه راحل دون أن يتأكد من ذلك، وفي الأخير صدق. بالتالي هل هاري كين الذي يبلغ من العمر 29 عاما هل هو من ضمن المعايير التي يحبها ريال مدريد، والذي يتعاقد كثيرا مع لاعبين مثل ما كان الشأن مع كريم بنزيما 21 عاما، ثم مع فينيسيوس ومع رودريغو أقل من 18 عاما؟ هل سيتعاقد معه؟ ونحن ندري بأن في السوق ليس هناك لاعبين كثيرين. تحدثنا عن هالاند الآن مرتبط مع مانشستر سيتي. تحدثنا كثيرا عن امبابي مرتبط وهو قلب مشروع باريس سان جيرمان مع رحيل ميسي. بالتالي السوق فيها من اللآلئ قليلة جدا، واللؤلؤ الوحيد لحد الآن هو الاسم الذي وجدته وسائل الإعلام، وهو هاري كين. كابتن طارق، هاري كين هو مهاجم بكل تأكيد متميز ومختلف عن باقي المهاجمين على الساحة الكروية الآن، لكن هناك تخوف دائما في إسبانيا من استقدام اللاعبين الإنجليز تحديدا إلى الدوري الإسباني. تحديدا ريال مدريد كان له تجربتان مع ستيف ماكمانامان، 3 وديفيد باكم ومايكل أوين. الوحيد الذي ظهر بالشكل المرجو كان ديفيد باكم نظرا لأمور كثيرة، ومنها ديفيد باكم الاسم، العلامة التجارية، لكن مايكل أوين في كسترايكر لم ينجح. صحيح، لأنه الكرة الإسبانية والكرة الإيطالية أو الكرة الإنجليزية مختلفة جدا، إلا أنه فيه بعض اللاعبين الإنجليز اللي نجحوا، على غرار مهاجم إنجليزي نسيت اسمه، لعب في برشلونة، كان هداف كبير في برشلونة. لكن أنا نظن أنه هاري كين إذا شفنا مواصفاته مميزاته خصوصياته هو الأقرب لبنزيما. هاري كين منذ 4 أو 5 سنوات هداف الدوري الإنجليزي، توب أسيست في الدوري الإنجليزي، وهو مهاجم ممكن يلعب في نفس المباراة مهاجم ورقم 10 مثل ما يلعب بنزيما في ريال مدريد، فهو الأقرب أنه يلعب مع، لأنه ليش؟ ريال مدريد عشان يجلب رقم 9 في الحين لازم بمواصفات اللي تتكمل فينيسيوس جونيور، لأن فينيسيوس جونيور راح يكون هو قلب هذا المشروع الحقيقي، ولهذا لازم يكون فيه جزئيات مهمة نراعيها. لكن المشكل الوحيد اللي ما بين ريال مدريد وكين هو أنه كين يحب ويتمنى أنه يرجع الهداف التاريخي لإنجلترا، وهو على بعد تقريبا 40 ولا 42 هدف على آلان شيرر. هذه لكن اللاعب الثاني، لأنه فيه كثير لاعبين، أنا ما نظن أنه هافرتز هو اللاعب اللي يحتاج يبنى عليه مشروع، وإنما أوسيمهان اللي هو مهاجم غير عادي. أنا نظن لو أعطت له الفرصة يلعب في نادي أكبر هو أحسن بكثير من هالاند، لأنه عنده مواصفات البريسنج والقوة البدنية مثل هالاند، لكن أذكى وأتقن فنيا من هالاند. أنا نظن هذا اللاعبين الاثنين اللي ممكن يبني بهم مشروع ريال مدريد في المستقبل. الآن حضرات السادة المشاهدين نستعرض ردود الفعل من قبل بعض النجوم، حيث نشر لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور تغريدة مؤثرة على تويتر بعد إعلان رحيل بنزيما عن النادي الملكي. فينيسيوس كتب بنزفيني أو بنزيما لا يهم، النتيجة كانت دائما واحدة، أهداف وألقاب، والأهم من هذا
هو التعلم. لقد كنت أول من استقبل ذلك الشاب الصغير والخجول القادم من ساو غونسالو في 2018. لن أنسى ذلك أبدا. لقد كبرت معك وفزنا في إسبانيا وفي أوروبا وفي العالم، وكنت فخورا للغاية عندما توجت بالكرة الذهبية. اليوم تنتهي هذه الثنائية، ولكني سأحتفظ للأبد بكل تلك الفيديوهات والتي ستكون مصدر إلهام لي وذكرى لن تنسى. سنشتاق إليك كثيرا كريم فينيسيوس جونيور. بدوره نشر لاعب ريال مدريد تشاوميني تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، وقال فوق الصورة التي جمعته بكريم بنزيما: أسطورة. كريم بنزيما بكل تأكيد. أيضا لاعب آخر في ريال مدريد تفاعل مع خبر مغادرة بنزيما، حيث نشر إيدر ميليتاو تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، وتضمنت عدة صور جمعته بكريم بنزيما وأرفقها بالتعليق التالي: قصتنا الجميلة هنا في ريال مدريد ستبقى خالدة، وسأحتفظ بنصيحتك وبالمحبة والاحترام. أتمنى لك الأفضل، لك ولعائلتك. أنت أسطورة في عالم كرة القدم. وإلى صفحة لاعب ريال مدريد رودريغو أيضا على تويتر، حيث نشر التغريدة التالية: شكرا لك على كل تلك اللحظات التي تمكنا أن نتقاسمها معا. شكرا على كل درس وعلى كل هدف وكل تمريرة حاسمة وعلى كل الألقاب التي أحرزناها معا، وأيضا على أنك جعلتنا جزءا من تلك الكرة الذهبية. هذه الأسطر التي أكتبها الآن كانت قبل 10 سنوات تبدو كحلم بعيد المنال لشاب كان يتابع مباريات ريال مدريد. أنت جزء من أحلام كثيرة في حياتي الشخصية والمهنية. اليوم لا أستطيع إلا أن أتمنى لك حظا سعيدا. أنت مرجع كبير. وأيضا إلى صفحة لاعب ريال مدريد السابق مارسيلو على إنستغرام، حيث نشر النجم البرازيلي صورا جمعته بكريم بنزيما وأردفها بالتعليق التالي: بنزيما، فخورون بكل ما قدمته لنا. لقد استمتعت باللعب معك وبتحقيقنا للانتصارات معا. أتمنى لك حظا سعيدا في مشوارك المقبل. أحباء ريال مدريد سيشتاقون إليك. هذه نبذة سريعة مما كتب من لاعبي ريال مدريد في وداع كريم بنزيما. سطور مؤثرة بكل تأكيد، ولكن